احمد سنوبي نمبر 1، بس في ايه؟ في ايه؟ احمد سنوبي نمبر 1 في ايه؟ الليسي بتاع الرقص اتكلم عليها تاني، هو بيقول انا محتوايا ايه، والكومنتات عنده في اللايف بتقول له احمد سنوبي نمبر 1، فهو بيقول لهم في ايه. فعامة هرد على كل ده، بس تعالوا نشوف بس حاجة. هي الناس دي ما بتفهمش احمد سنوبي نمبر 1 في ايه. ما اكيد مش في التريقه على الناس، نركن التريقه. هو نمبر 1 في ايه؟ بيعمل ايه؟ فهموني، عايز اعرف احمد سنوبي ايه محتواه. بيقول احمد سنوبي ايه محتواه. انا محتوايا بكل شفافيه ان انا بعمل ردة فعل على الناس على الفيديوهات الغريبه. في ناس بتعمل رد فعل على اي حاجه وكل حاجه، انا بعمل على الفيديوهات الغريبه اللي هي فيها حاجه بتستفز الناس، حاجه مش عاجبه الناس، فانا بقول راي الناس فيها. يعني انا بوصل راي الناس على الفيديو ده بس في فيديو، عشان لو جيت تبص على اي فيديو انا باخده على الكومنتات بتاعته هتلاقي كل كومنتاته مش الطف حاجه. وانا مش بقول ان انت ما تعملش فيديوهات، انا بوريك ان انت بتستفز الناس بس. يا دين امي، اسمه ايه؟ اسم ايه المحتوى؟ بطلوا تحوروا في بطلوا تهودوا في الكلام بقى وتشتموني. فكوكوا مني انا. ليسي بيقول فكوكم ان انتوا تشتموني، وعايز حد يقول لي احمد سنوبي محتوى ايه. زي ما قلت لك انا محتوايا ان انا بجيب الفيديوهات اللي مستفزيه الناس، اللي بتستفز الناس. حتى لو جيت تبص في الكومنتات بتاعتي هتلاقي اكتر ناس بتقول ايه، انا عامل له بلوك، هو ظهر لي ليه، انا الفيديوهات دي مش بشوفها، انت ليه بتجيبها لي؟ متخيل؟ فالناس متابعاني وعامله بلوك الفيديوهات دي، فانا بجيبها لهم بقول لهم بصوا الفيديوهات اللي بتضايقكم اهي، بس بطريقه ساخره. عمري ما قللت منك، عمري ما شتمتك، عمري ما جبت في سيرتك بطريقه وحشه. انت طلعت عملت عني فيديو 3 دقايق و20 ثانيه كله مش حلو خالص، بتتكلم بطريقه مش حلوه خالص، فطلعت وضحت ده بكل احترام وبقول لك ايه اللي انت بتعمله ده غلط. فانت استوعبت الموضوع ورحت حازف الفيديو، فاثبتت ان كلامي صح، وده غلطه منك. يعني انت لو كنت سبت الفيديو كنا هيقول ان الفيديو عادي، انما انت مسحت الفيديو فاثبتت ان كلام احمد سنوبي لما الناس تروح تبص في الاكونت بتاعك ان كلامه صح. فبالتالي لما ما عرفتش تتكلم عني في فيديوهات رحت فاتح لايف عمال تشتم فيا وتغلط فيا. احمد سنوبي راح فين؟ عمال تقول احمد سنوبي احمد سنوبي احمد سنوبي، عشان كل لما حد يخش في اللايف يسمع احمد سنوبي فعايز يعرف ماله احمد سنوبي وبتتكلم عنه ليه. الفيديو اللايف عندك كان 100 حاجه و20، لما قلت احمد سنوبي بقى 255 و260 وطالع لل 300 عشان بس قلت احمد سنوبي. فاهم الموضوع؟ لو انت الموضوع مش همك ومش فارق لك هتقول خلاص يا جماعه الراجل ده مش عارف ايه، مش هتتكلم عني عشان انا مش همك. انما انت عمال تتكلم عمال تتكلم عمال تتكلم. اللايف ده متصور من الامارات، انت متخيل؟ ابن خالتي قاعد بيتفرج صدفه، فعشان اللايف بتاعك طلع فايرال هو بيقلب ظهر لي قال لي الحق يا سنوبي مش عارف مين بيتكلم عنك، رغم ان هو مش عامل لك فولو. فهوريك حتى كومنتاته دلوقتي وهو بيقول لك ايه. انتوا سميتوا الرياكت بقى محتوى عشان على هواكوا، عشان انتوا حابين الرياكتات فسميتوه محتوى. هو محتوى اسمه. مبدئيا مفيش اي محتوى انا بعتبره محتوى ليه لازمه غير المحتويات اللي تنفع فعلا. محتوى ديني، محتوى بينفع الناس في حياتهم، اي محتوى ينفع ده محتوى. انما كلنا ما بنعملش محتويات، احنا مجرد بنهزر ونضحك واي لعب في اي لعب. انا ما اعتبرش محتوى. انت بالذات اقل مني في المحتويات. لو جينا نصنف المحتويات التافهه انا هبقى فوقك دايما، علشان انا ما بعملش ده، انا مجرد قاعد على الكرسي بقول ايه اللي انت بتعمله. يعني انا بوريك الناس، بحط نفسي مكان الناس وبقول ايه ده، انما انت طالع بترقص إيه انت متخيل؟ المحتوى يا ابني اللي بيقدم محتوى بيبقى حاجه صعب ان حد يقلده. محتوى. انا دلوقتي بقدم محتوى دانس اللي هو الرقص الترندات وكده. طب لو حد قلدني محتاج ان يبص عليا ويتعلم الرقص ازاي عشان يعرف يقلدني، عشان يعرف يعمل ترند زيي. انت في حته وحشه قوي بجد. انت متخيل ان في حد هيقعد يمسك موبايل ويفضل يتفرج عليك وانت بترقص رقصه معينه عشان ياخد الرقصه دي يقلدها؟ ويا ريتها رقصات عاديه ممكن تمشي زي الرقص بتاعنا، اللي هو انت بترقص رقصات مش ألذ حاجه. فاهم؟ يعني رقصات ممكن نوجهها لناس تانية لحد تاني. فدي الفكره اللي مخلياك تطلع فايرال، دي الحاجه اللي مخلياك تطلع فور يو. انت متخيل؟ يعني انت بتقول لي انت لما فيديو بتاعي يطلع ترند بتجيبه وتتكلم عنه. اكيد عشان طلع ترند، عشان انا مش هتفرج على فيديوهات لحد زيك. فاهم انت ازاي؟ مش هتفرج لفيديوهاتك. فانت لما الفيديو يطلع ترند ويعدي وانا بقلب بيظهر لي غصب عني عشان هو طلع ترند، فبجيبه بيستفزني ايه ده، ايه اللي انت بتعمله ده، فبتكلم عنه. فهمت؟ طيب هو بيعمل رياكت، في ناس بتقلد رياكت، مفيش حد ايه رياكت يا ابني؟ رياكت ايه؟ انت عارف ان انا قاعد في القهوه ممكن اقعد معاك في القهوه اتريق عليه، اتريق عليك، انا كده عملت رياكت عليك. انا مش بتريق على حد يا ليسي، انا مش بتريق على حد، انا بنتقد. وعمري ما قلت ان انت شكلك وحش، لبسك وحش، ما جبتش حاجه في شخصك. انا بقول عن المحتوى اللي انت بتعمله، بقول عن الحاجه اللي انت بتقدمها. يعني فاهم؟
بنتقد الحاجه دي، بقول ان انت ما ينفعش تعمل كده، انما انا قلت انت شخص مهذب، شخص لبق، شخص كويس، انت نفسك كويس، انما اللي انت بتعمله مش كويس. فهمت الفكره؟ انما لما تقعد على القهوه وتتريق عليا فدي حاجه مش حلوه، عشان انت هتتريق على حاجه فيا انا بقى، انا قاعد عادي ما بعملش حاجه، فاهم؟ ما بعملكش محتوى، انا قاعد، فانت بتتريق عليا فتتريق على شخصي. انما لما تتريق على حاجه انا بعملها، لو مثلا عمال تخيل قاعد في القهوه فماسك الكراسي بخبطها على دماغ الناس، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه الهبل ده؟ فهنا تقدر تنتقد، تقدر تقول رايك، فهمت؟ انما طول ما انا قاعد ما بعملش حاجه ما تقدرش تقول رايك فيا، انا قاعد عادي، ما تقدرش تتكلم، وما ينفعش تتكلم عشان ما بعملش حاجه، فهمت؟ حاول تفهم شويه. وبرضه هرجع لحته ان انت عمال تقول انا كويس، انا محترم، انتوا ازاي تتكلموا في الدين ومش عارف ايه. هوريك بقى انت بتتكلم في الدين وبتعمل ايه عكسه بالظبط. الدين قال كده؟ ردوا. الدين قال كده؟ عالم يا تافهه، الدين قال كده؟ بص ابن خالتي بقى بيقول له ايه، بيقول له طب الرقص بقى في الدين، عشان هو بيقول هو الدين قال ان انتوا تعملوا محتوى وتتريقوا على الناس، فقام رد عليه بكل هدوء، طب هو الدين قال لك ان الرقص ينفع يا بتاع الدين انت؟ انتوا الدين عندكم صفر؟ ايه ده يا عم؟ فكك من الرقص، انت جاي تمسك لي في الرقص؟ يعني انت بتطبل لمين يا ابني؟ انت بتطبل لواحد اصلا مش عارف الدين بيقول ايه. هو مش ربنا قال؟ لا 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 لا، الناس دي واقعه دين، في حاجه غلط. ربنا قال والناس دي واقعه دين. تعالى معايا بقى عشان انا سايب لكم الحته دي بجد للاخر. تعالى بص كده، ده لايف بقى انا صادفت، وانا اللي رديت عليك في اللايف، وانا اللي كنت موجود في اللايف، فتعالى شوف بقى انا قلت لك ايه وانت رديت عليها ازاي. ايه ده؟ مين دول؟ دخلت اللايف وبقول له مش عيب لما تجيب في سيرتي في اللايف من ورايا؟ هيتجنبها وهيعمل نفسه ما شافهاش. اتفرج. مني ايه بجد؟ رحت قايل له ايه يا بتاع الدين، علشان مع احترامي للشخصيه اللي جنبه دي، ده لبسها، دي عيشتها، دي دنيتها، انا ماليش اي دخل بيها تماما، مش بقول عليها اي حاجه، ومش بجيب اصلا بنات عندي في المحتوى اللي بقدمه، يعني مش بجيب حد، يعني ممكن زمان بس حاليا لا خالص. انت طالع فاتح لايف بتقول كبسوا كبسوا ومطلع حد معاك، كل ده ظاهر وبتقول انتوا ما بتفهموش في الدين، وعمال ترقص وتغني في اللايف كمان، يعني انت بتعمل كميه حاجات غريبه. امجد الشوكة وهتصدق اللي سوح جيت على سكة وقت اجرح انا مجنون وبص. قلت له ما بتردش ليه؟ برضه مش عايز يرد، شايف الكومنتات اصلا ما فيش حد قد كده، 77 واحد بس ما حدش بيكتب كومنتات، فاي كومنت هيتكتب هيتشاف. فانا لما كتبت كومنت هو شاف وما ردش، وشاف التاني وما ردش، وشاف التالت وما ردش، عشان هو مش عارف يرد. بص يا بص يا سنوبي، بص يا سنوبي. كتبت له عامة كده كده هنزل فيديو ويرد على كل حواراتك دي، وقلت له خلاص خليك ساكت وخايف ترد، باي. رد عليا بقى بيقول لي اتفرجوا. حاول تقتنع ان انت ما عندكش محتوى، تمام؟ انت واحد عندك 1,400,000 عباره عن انك انت بتتكلم على الناس. واحد عنده 1,400,000 بيتكلم عن الناس. طب اللي هو بيتكلم عن الناس بطريقه وحشه، او بيتكلم عن الناس غلط، او الناس شايفه ان هو مش تمام، هيعملوا له فولو ليه؟ انا كانسان عاقل راشد معايا موبايلي قدامي واحد بيتكلم على حد قال حاجه وحشه ما عجبتنيش، هعمل له متابعه ليه؟ هعمل له لايك ليه؟ هتابعه ليه؟ هبقى عارفه ليه؟ فلو مش عاجبني او بيقول حاجه غلط او بيقول حاجه وحشه انا مش هتابعه. انما لو فعلا عاجبني وبيقول فعلا ايه المحتوى ده او مش عارف ايه، او بيقول اللي انا عايز اقوله، متابعه واللاف وريبوست كمان، فهمت؟ مفيش حد اصلا عندي في اللايف كان بيجيب سيره احمد السبي غير لما جبت سيرتك. اهو شفت بقى، انت قلت بنفسك مفيش حد في اللايف عندك كان بيجيب سيرتي الا لما انت جبت سيرتي عندك، فانت اتكلمت عني الاول، فالناس بدات ترد، اللي بيدافع، اللي بيشتمك، اللي مش عارف ايه، اللي ليه جبت سيرتي في اللايف اصلا؟ يعني انت حذفت الفيديو فمش عارف تتكلم، اروح فين طيب؟ الواد ده حتى متى ده مشكله، فبالتالي رحت فاتح لايف تتكلم عليا. ايه يا اسطى؟ ويوم ما اتكلمت عنك انت اتصيدت. انا اقسم بالله كل ما اخش عند حد اقول له تعرف احمد السبي؟ والله ما اعرفه. ما هو اي حد انت بتقول له تعرف احمد سنوبي يقول لك ما اعرفوش. المجتمع اللي انت فيه ده او الحته اللي انت فيها او الناس اللي انت عارفهم دول انا مش عايزهم يعرفوني. في فيديو اتكلمت عنك قلت احمد سنوبي، الموضوع انتهى خلاص، الناس عرفت احمد سنوبي. انا مش مضايقني قد ان هو كل شويه يقول انا نزلت فيديو عندك قلت احمد سنوبي، إيه على فكره احمد سنوبي، احمد سنوبي، احمد سنوبي، احمد سنوبي سنوبي. عايز يقول اسمي اكتر من مره، عايز يقول اسمي كتير كتير كتير، عشان كل اللي يدخل لايف يشوف ان هو في ايه احمد سنوبي، يقعد في اللايف بقى يفهم. فاهم الفكره؟ انت لو ما جبتش سيرتي
ما حدش عارف انت بتتكلم عن مين، ما حدش هيبقى مهتم، انما انت عمال تقول احمد سنوبي احمد سنوبي احمد سنوبي احمد سنوبي، فدي حاجه حلوه ليا، فاهم؟ رودي حسيت كده برضه. انا سامعني لا اقول. جاوبي بصراحه. لو ركزتوا في اول اللايف هتلاقوا اللايف كان 70 او 77 اول ما دخلت، بقى 150، زاد الضعف اول ما انا دخلت، عشان الناس عشان بتتكلم عني. تعرفي حد اسمه احمد سنوبي؟ احمد سنوبي. اه بيسالها وبيقول لها تعرفي حد اسمه احمد سنوبي؟ قالت له احمد سنوبي، فبيقول لها ايوه. هي كانت عامله ميوت مش سامعه اي حاجه من اللي هو بيقولها، فهنعرف دلوقتي هي هتقول ايه. سمعت عنه، شفت فيديوهات قبل كده. انا حاسه ان انا سمعت الاسم ده قبل كده، بس مش فاكره هو مين. احمد سنوبي. احمد سنوبي اللي بيقعد يتنمر على الناس، بيتريق على الناس. ايوه ماله. احنا مش محتاجين لا فيلم ولا صورة، واسأل انا البلد يا وحوش. البت بتاعتي بتحبني عشان بشاكس، انت البت بتاعتك احنا حافظين تدارس. رد فعلك ايه الوقت لما قالت لك عارفاه؟ يعني انت وضعك ايه الوقت؟ يا رب يا رب ليه طلعت عارفاه يا رب؟ فانت في حته وانا في حته تانية، انت في حته كويسه وانا برضو في حته كويسه. انا مش بنتقدك، مش عايز منك حاجه، بس انا كل اللي متضايق منه ان انت بتشتمني او بتقول ان انا وحش او كده، عشان انا ما اقولش ان انت وحش، انا بس بقول محتواك وحش. فانت تقدر تقول ان محتوايا وحش ومحتوايا زي الزفت، بس ما ينفعش تشتمني، ما ينفعش تغلط فيا انا زي ما انا ما ينفعش اغلط فيك او في حد من اهلك، فاهم؟ ممكن تتعلم الحاجه زي يعني تتعلم حاجه زي كده يعني، اتمنى. وبس مش عايز اقول حاجه تانية. بحبكم في الله وبحب من يحبكم، خلاص كده ما اعتقدش ان انا محتاج اقول حاجه تانية عنه، وربنا يهديه ويهدينا، وبحبكم جدا. ما تنسوش تعمل لي فولو على الاي جي عشان قاعد هناك بنزل ستوريز بقول لكم بحبكم فيها، كداب انا ما بنزلش، بس روح اعمل لي متابعه هناك مش هيحصل حاجه. صلي على النبي، اشوفك الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا يا حتماته، و يلا سلام.